اصحى. انا اسف يا حاج، انما مضطر اصرحك. الكهرباء اللي دخلت جسم ابنك كفيلة بانها تشغل مصنعين مع بعض. ابنك اتكهرب في مية، يعني يدخله كهرباء ومية. يعني اروح اقدم له على العداد دخله يعني ايه كهرباء ومية؟ اقعد يا حاج وانا هفهمك كل حاجة. اقعد. دلوقتي للأسف الشديد ابنك عنده blood accumulation in the brain. يا نهار اسود، وهيفضل طول عمره في الكومبونيشن؟ يا حاج افهمني، اللي هي تجلط دموي. تعرض دموي؟ يا نهار، هيفضل في الكومبونيشن وتعرض دموي. تجلط يا حاج، تجلط دموي على الشعيرات الدموية الخاصة بالذاكرة. شعيرات دموية؟ يعني هيبقى أقرع ولا هيبقى ايه؟ فهمني. احنا بعد العلاج ان شاء الله يدوب يا ما تدوبش. لا، ما فيش حاجة اسمها ما تدوبش يا دكتور. ابنك تعبان يا حاج. لا مش تعبان يا دكتور. لا ابنك مجنون يا حاج. شفت من بعض يا دكتور، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. ابني مش مجنون. ابنك مجنون يا حاج، وانا اللي عارف ده كويس، واحتمال. ابني مش مجنون، ابني في منتهى العقل ب100,000 جنيه. ايه ده؟ انت جاي ترشيني في مكتبي؟ معاذ الله يا دكتور، خليهم 170,000 جنيه. اقول ايه؟ زمايلي وتلامذتي واقراني. ايوه كده، 180,000 جنيه. ومكانتي العلمية 200,000 جنيه. وضميري 23 جنيه. لا لا يا حاج، لا يا حاج، لا لا لا. نص مليون جنيه. ها؟ نص مليون جنيه. نص مليون جنيه اعتبرهم تبرع مني للمستشفى اللي انت فيها. حلوة الصيغة دي؟ حلوة، ها؟ بس بشرط. اؤمر يا حاج. قرب ودانك وحواجبك واسمعني كويس. تعالى، شرط واحد بس اللي عايزه تكون حاطه في دماغك كويس، ان ابن كركر مفيش جنسي مخلوق على وجه البسيطة يعرف انه دخل مستشفى الامراض العقلية ولا عتب العتبة بتاعتها حتى.